بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سوف نعرف بالخميني. الاسم الكامل الخميني هو مصطفى أحمد الموسوي الخميني. ولد سنة 1320 هجرية الموافقة ل 22 سبتمبر 1902 ميلادية في إيران في خومين. جده قدم من الهند ويقال أنه سيخي. قام بثورة ضد الشاه إيران في 1979 ميلادية. كان منفيا وعاد كحاكم وإمام مقدس للشيعة ولقب بروح الله. كان منفيا في العراق والكويت ثم فرنسا. اعتبره البعض إماما معصوما أحسن من الأنبياء. كتب عدة كتب مليئة بالتخريف ومتناقضة مع الإسلام، منها تحرير الوسيلة، كشف الأسرار، رسالة التقية، تسجيل سورة الحمد، رسالة لقاء الله، رسالة نجاة العباد، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. قرر نشر الثورة الإيرانية خارج إيران، خاصة أنه حاول التوجه إلى الخليج العربي وبدأ بالعراق، لكن صدام حسين وقف ضده وأوقف تصدير الثورة الإيرانية خارج إيران. كتب الخميني عدة كتب مناقضة للإسلام، منها أنه اعترف في كتاب موعد اللقاء على أنه غير مؤمن وغير مخلص، حيث كتب: نحن شيطانيون مطرودون من محضر الرحمن، وهذا في كتاب موعد اللقاء. في كتاب كشف الأسرار كتب: لا إله يبني بناء شامخا من التأله والعدالة والتدين ثم يخربه بيده ويعطي الإمارة ليزيد ومعاوية وعثمان وأمثالهم من المهاجمين، مما يعني أن الخميني كان يهاجم الصحابة رضي الله عنهم. وفي كتاب آخر كتب على أن جيله أحسن جيل، وهو أحسن من جيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنني أدعي وبجرأة بأن الشعب الإيراني بجماهيره المليونية في عصرنا الحاضر أفضل من شعب الحجاز الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كتب الخميني في تحرير الوسيلة الجزء الثاني: وأما ساتر الاستمتاعات كاللمس بالشهوة والضم والتفخيط فلا بأس بها حتى في الرضيعة، مما يعني أن الخميني يشجع على الاعتداء على الأطفال، وهذه جريمة لا تغتفر وغير موجودة عند أهل السنة والجماعة. في كتاب آخر اسمه وصايا عرفانية يقول الخميني: ولم يخطو خطوة خالصة لله المنان، وهو يتحدث بذلك عن نفسه ويبين أنه لم يكن مؤمنا ورجلا صالحا. قام الخميني وأتباعه بقتل عدد هائل من أهل السنة والجماعة، وفي كل مرة يتم شنق عدد من السنيين في الشارع أمام الصحافة والجماهير. وإلى متى سوف نستمر ونسكت عن جرائم الشيعة الرافضة خاصة في إيران والعراق وغيرها؟ السلام عليكم.